أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي ونور في قلبي. النهاردة حلقة بنستكمل بها مجموعة من سلاسل الحلقات اللي كنا بدأناها ونحن نتكلم عن الحضارة الإسلامية وكيف أثرت العالم وكيف أثرت العلوم. وفي يعني ظل نقاشنا وصلنا إلى مسألة وفكرة الكمال، الوصول إلى الكمال. وكنا ناقشنا في حلقة سابقة كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال استنادا إلى الشريعة، استنادا إلى القرآن الكريم. النهاردة تحديدا سوف نحاول أن نتعرف على كيف يمكن لنا أن نتلمس وسائل الكمال من خلال السنة النبوية. مسألة الحديث عن الكمال والوصول للكمال هي يعني مسألة إنسانية بغض النظر عن الأديان أو عن اتباع الأديان. كل إنسان بيحاول في نفسه أنه هو يصل إلى الكمال، ولكن هل المقصود بالكمال أيضا فقط الإنسان، أم أن الفكرة أيضا تعتمد على مسألة الكمال في المجتمع بشكل مجمل؟ والغرض من وصولها إلى هذا الكمال، إحنا عايزين نوصل للكمال ليه، أو محاولة الوصول للكمال ليه؟ مسألة الكمال لها أبعاد كثيرة جدا. هل هي مسائل فقط تنحصر في الأخلاقيات، في العقائد، في السلوك الإنساني، في التعامل ما بين الدول بعضها وبعض؟ يعني في هناك أبعاد كثيرة جدا، والحوار أصلا حوار طويل قد يستغرق حلقات. النهاردة هنحاول سريعا ومن خلال لقائنا مع ضيفنا في الاستوديو هذا الأسبوع أن احنا نتحرى من بعض هذه الوسائل، ونتحرى تحديدا في السنة النبوية المشرفة كيف يمكن لنا أن نستشرف مسألة الوصول إلى الكمال. بيسعدنا يكون ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا أستاذة منى. أهلا بحضرتك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نبدأ بعد الحوار. عودة للاستوديو أعزائي المشاهدين، وحلقتنا لهذا الأسبوع عن فكرة الكمال وكيف يمكن أن نستشرفها من خلال السنة النبوية. وضيف اللقاء الأستاذ الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية. بنستكمل يا دكتور محمد مع حضرتك فكرة الوصول إلى الكمال، وهي فكرة الإنسان بيحاول أن هو يوصل لها يعني على مدى حياته، ولكن تحديدا النهاردة حضرتك تخيرت أن احنا نتكلم من منظور السنة النبوية. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي قبل أن نتحدث عن الكمال أن أشير إلى ما وردت به الأخبار في الأيام القليلة الماضية، وسبب نوع من الفزع والرعب عند كثير من الناس حول احتمال قيام حرب عالمية ثالثة. وما نتابعه في وسائل الإعلام عن توغل التكنولوجيا في حياتنا المعاصرة إلى درجة مخيفة، لدرجة تجعل الإنسان يعني يتحدث مع نفسه إلى أين نحن ذاهبون، العالم كله إلى أين يذهب، وهل المسألة هتقف عند هذا الحد أم أن هناك احتمالات خطر أخرى قادمة سوف يعاني منها كل بيت وليس كل دولة، كل بيت. هذا معناه أنه في مشكلة كبيرة نحن سنتعرض لها،
وإذا لم يكن عندنا الآن تفكير إنقاذي أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يبقى احنا كمان هنسهم في عملية الدمار الشامل الذي تنتظر البشرية كلها في ظل الأخبار. فأنا هبتدي بداية غير تقليدية صراحة، لأنه ما يجري أمامي الآن يشعرني أن العقل الإنساني يكاد يكون استقال أو اختفى، وأن الذي يقودنا الآن هو مجموعة من المصالح الكبرى طبعا، وأنه ليس أمامنا أي شيء غير الاستسلام لما يجري. خليني أدخل في الموضوع من البداية. النهاردة هبتدي بداية غير تقليدية، يعني مش هتكلم على آية، مش هتكلم على حديث، لا ده أنا هبتدي بداية مختلفة، وربما أفاجئ المشاهدين بهذه البداية، لكني أعلم ماذا أفعل. وبالتالي الممثل العالمي فان دام، أحد نجوم الأكشن في العالم معروف، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه نصائحه للشباب، ولما ممثل يوجه نصائح للشباب أنا لازم أسمعه. يعني مش بس الشباب هم اللي يسمعوه، أنا لازم أسمعه، أشوفه بيقول إيه للشباب بالظبط، لأن المرحلة الشبابية في العالم كله تمر بأصعب، ولا أريد أن أقول أسوأ، بأصعب مرحلة شبابية يمكن في التاريخ الإنساني. ما يتعرض له الشباب الآن شيء لا يكاد يصدق، يعني الخيال لا يستطيع الوصول إليه. ماذا قال فان دام؟ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي من عندي أنا، على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد. جمع بين أمرين أنا مستصعب جمع بينهم إزاي. كان يعلم ما هو جيد، يعني ما هو صالح للمستقبل وللجسد. لذا انظروا إلى الطعام في الماضي فستجدون كل شيء مفيدا. اذهبوا واقرأوا أكثر عن الموضوع وستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عند المسلمين. هل هي صيحة تحذير؟ هل هو إدراك من نوع لا أعرفه بمدى الخطر الذي يهدد الحياة البشرية؟ أنا لا أتكلم عن بلد، عن وطن، عن منطقة، الحياة البشرية. ما نسمعه من أخبار الآن يقول إن الحياة البشرية بالمثل البلدي صارت على كف عفريت. هي مش على كف عفريت طبعا، الحياة البشرية في يد الله وحده. ربنا هو اللي بيملك زمام أمر هذا الكون، ومش هيحصل، أنا بقول هذا الكلام من واقع يقيني باللي بقوله، مش هيحصل حاجة إلا اللي ربنا يريده أن يحدث. لكن واجب علينا أن احنا نفهم في إيه بالضبط، إلى أين نحن ذاهبون. كل بيت وكل أسرة وكل مؤسسة وكل مكان لازم يواجه نفسه. احنا البشرية الآن متجهة إلى أي طريق بالضبط؟ هذا الكلام مش مدخل ولا حاجة، لكن كان مهم جدا إن أنا أبدأ به بداية غير تقليدية لهذه الحلقة، لأنه طوال أسبوع وأنا عمال أسمع وعمال أقرأ، والخوف زاد عندي وعند حضرتك وعند أي حد متابع ويسأل هذا السؤال: البشرية متجهة ناحية فين بالضبط؟ نرجع بقى لموضوعنا نرجع لموضوعنا. لازم له مدخل عشان نفهم ايه القضية بتاعتنا، ايه الغايات العليا للحياة. هي الحياة اصلا لها غايات عليا، ولا حياة ميكانيكية بتنتهي كما تنتهي الميكانيكا وكما تنتهي حيوات اخرى زي حياة الطيور وحياة الشجر وسائر العناصر المخلوقة؟ يعني في غايات، طبعا في غايات. ايه هي الغايات؟ اولها تحقيق الكمال الإنساني، دي أكبر غاية. ثانيها نشر الفضيلة بين الناس. أنا لما أقول نشر الفضيلة أنا عارف إن إحنا في زمن تنتشر فيه الرذيلة مش الفضيلة. لا مش بس كده، هتحارب أصلا فكرة نشر الفضيلة. بالضبط، يعني أضفتي إضافة مهمة في هذا الجانب. الغاية الثالثة المساواة.
تم استبدال هذه الغايات الثلاثة بثلاث غايات أخرى سيئة جدا، اللي هو غاية تحويل الإنسان من كونه كائن منتج إلى كائن مستهلك فقط. الأمر الثاني تحويله من أن يعيش في نظام إلى فوضى. كل ما حولنا يحدثنا عن الفوضى، ليست فوضى الشارع بالضبط، لكن فوضى النفس، فوضى الحياة. بقى اللي بيعيش بنظام الآن شخص استثنائي لا يقاس عليه. نظام في أكله، نظام في شربه، نظام في نومه، نظام في عمله، نظام في علاقاته، نظام. احنا تحولنا إلى مجموعة من الآلات، لكنها آلات من لحم وعظم. في آلات تانية من حديد ونحاس. الحاجة الثالثة الولاء لم يعد للقيم ولا للأديان، إنما الولاء صار للشهوات والرغبات والملذات والمصالح. عشان كده احنا عاوزين، أنا شخصيا بكلم المشاهدين، عاوزين نريحهم شوية من السيرة الصعبة اللي احنا بدأناها، ودي مش سيرتي أنا، سيرة العالم كله. عاوزين نريحهم شوية، ناخدهم ونركب سفينة الكمال الإنساني. يمكن نقدر ننقذ حد. أنا عارف إن في ناس حريصة على الهلاك، بس مش حريصة على الهلاك عن عمد، لأنها ما دورتش على سفينة النجاة. في سفينة نجاة طبعا، زي سفينة نوح. في طوفان قادم طبعا، في طوفان قادم. في الطوفان نتذكر سفينة النجاة اللي نوح نجى فيها من نجا من البشرية، واستؤنفت الحياة. صحيح بقى مش بالوضع اللي احنا فيه حاليا، لكن هي النتيجة واحدة. النتيجة واحدة. يعني اللي حصل في النهاية في ناس راحوا وضاعوا، ولم يبقى إلا فئة قليلة. هي دي الفئة اللي ربنا أذن لها أن تكمل، وفي ربنا لم يأذن إن هم يكملوا الطريق. ندخل بقى على الكمال واحدة واحدة كده. إيه بقى الكمال يعني؟ عشان عارف إن في ناس هيقول لك أنتوا بتتكلموا في إيه؟ أنتوا واضح إنكم في كوكب آخر. لا، إحنا مش في كوكب آخر ولا حاجة. إحنا في لب الحقيقة. الكمال مطلب إنساني. الكمال مش مطلب حيواني، مش مطلب جماد ولا مطلب حيوان، مطلب إنسان. فاللي مش هيفكر في الكمال، يبقى اسمحي لي أقول إنه خرج من توب الإنسانية ولبس توب تاني. وده أمر ما بقاش مضحك ولا غريب. النهاردة في ناس بتخلع توب الإنسانية وبتلبس أثواب تانية، توب الأسد، توب الوحش، أثواب تانية بيلبسها بعض الناس بدون ما نعمل حكاية عن الموضوع ده. وكان البعض أيضا بيرى أن فكرة الكمال هي فكرة أصلا صعبة المنال. الكمال لله. احنا لما نشرح لازم نفصل أولا بين الكمال الإلهي والكمال الإنساني. عمر ما فيش حد يعني عنده مستوى من العلم هيخلط ما بين الاثنين، لأن ده كمال وده كمال. في اشتراك في الكلمة، لكن عاوزين نعرف ايه الكمال الانساني. مش هنتكلم عن كمال الالهي، ده كمال مطلق ومحدش بيجادل فيها. ايه الكمال الانساني؟ اسمعيني بقى حضرتك كده. كمال الانساني هو ان يستخرج الانسان افضل ما عنده واحسن ما فيه من النعم الخفيه التي اودعها الله فيه. وهذا امر يتعلق بفئه، يعني بفئات المجتمع؟ لا طبعا. كل إنسان داخله كنز من القدرات والإمكانيات، منتظر إن حد ينبش ويحرك ويقلقل هذه القدرات لكي تعود فترسم صورة للحياة أفضل من الصورة التي نراها الآن. طيب إيه يعني؟ إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ أن يستخرج الإنسان أفضل ما عنده من فكر، من أخلاق، من سلوك. هو الإنسان عنده أفضل؟ طبعا عنده أفضل، مش أنا اللي قلت كده. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني جواه قدرات. أسبغ عليكم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة. طب أنا ليه عايز الكمال؟ أقول لك ليه. أولا في حاجتين مهمين جدا: أنني أشرف الحياة، مش مجرد أكون رقم ليس له قيمة. أنا أخرج أفضل ما عندي كي أشرف الحياة، لأن عندي أنا مش بقول حاجة مش عندي. ده إحنا هنكتشف بعد شوية إن الكمال مش حاجة أنا هستوردها، مش حاجة هاخدها من بره، ده كل ده جوايا أنا، بس أنا اللي مش شايف ومحدش نبهني ومحدش خد بإيدي. خليني بس الأول، إحنا جئنا لنشرف الحياة. والله أنا استشعرت هذا المعنى، أن خلق الإنسان ليشرف الحياة، لأن الإنسان معجزة في حد ذاته، معجزة الإنسان. برغم طبعا أنا مش باصص على الجوانب السلبية والعيوب، أنا باصص على المزايا بوجود الإنسان. في حكمة إلهية أن ربنا يقول الملائكة اسجدوا لآدم. معقولة؟ الملائكة اللي هم أفضل مخلوقات الله يقول لهم اسجدوا لآدم، لهذا المخلوق الجديد الذي جاء يشرف الحياة. ده ربنا نزل الأديان عشان الإنسان، بعت الأنبياء عشان الإنسان، أسبغ علينا نعمه ظاهرة. ده لسه ما عايزين نشرح المسألة، ظاهرة وباطنة عشان الإنسان، عشان خاطر الحياة. سيادتك عندك إنجازات جبارة ونعم، هي نعم. ليه؟ لأنها مش أنا اللي عملتها، اللي عملها ربنا وأودعها جواي، أودعها زي ما أودع في الأرض الكنوز والمعادن وغيرها من الخيرات. بارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء لمين؟ للسائلين اللي بيطلبوها. ما أنت ما تكلمنيش عن حاجة وأنت ما طلبتهاش، مش هتجيلك. اللي عايز حاجة يروح يطلبها، عايز تزرع روح ازرع، الأرض مهيئة. الله، يعني المسألة كده. طيب دي أول حاجة اللي هو تشريف الحياة. تخيلي بقى، فكل من لم يكتمل لم يشرف الحياة. وفي شاعر جميل، أنا حورت الكلام اللي قاله: كيف تريد مني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر، وأنك زهرة عباد شمس أو دوار شمس وبستان نخل وأغنية أبحرت من وتر. بيقول للإنسان أنت شرفت الحياة لأن فيك نفخة من روح ربنا، وسواك الله. هو ربنا يعني لما كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الكلام ده ما تأملناهوش ليه؟ ما هو ده اللي يشرف. خلقك. مين اللي خلقك؟ انت مش كائن خلقك، يد القدرة هي اللي خلقتك. فسواك فعدلك في أي صورة، يعني في أعظم صورة. شوف ربنا اللي بيقول في أعظم صورة ما شاء ركبك. احنا عندنا للأسف ضعف في الإيمان بالإنسان. ده تشريف الحياة. يبقى أنا لما ربنا رزقني بمولود أو بمولودة، شرفت الحياة بمجيئها كإنسان أو بمجيئه كإنسان. النقطة الثانية، كي تساعد إخوانك من بني آدم بما ملكت يداك وبما ارتقيت به أنت. سلام. يعني دور الكمال، ما هو أنا لو مش كامل مش هساعد. أنا إمتى أساعد؟ لما يكون عندي نوع من الكمال، كمال العقلي، الكمال الأخلاقي، الكمال النفسي. ما فيش حد بيساعد وهو عنده نقص. الناقص لا يرى إلا نفسه، والكامل يرى نفسه ويرى غيره. خلينا بس اسمحي لي نكمل الكلام ده. طيب عشان نفهم فكرة الكمال، نشوف بقى نقارنها عند الآخرين. الكمال عند الآخرين جه ازاي؟ وشوف الإسلام نبهنا إلى الكمال ازاي. الكمال عند الآخرين جه بحاجتين: إماتة النفس وإعدام الشهوات واعتزال الحياة، التي سميت في بعض المراجع يعني
بفكرة الرهبنة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فكرة الرهبنة يعني اعتزال الحياة طلبا للكمال. شوف المفاجأة، أنا ربنا اللي بيقول لي أنت تقدر توصل للكمال وأنت في صلب الحياة، في السوق، في الشارع، في المؤسسة، في بيتك، في أي مكان تذهب إليه، لأن أدوات الكمال بداخلك وليست آتية من الخارج. هذا كلام في غاية الخطورة وغاية الأهمية. إن أنا مش هقدر أخدم الحياة وأنا مش جيد من جوه، مش عايز أقول كلمة تانية، مانيش مكتمل. فيبقى كل همي في الحياة إن أنا ألبي طلباتي واحتياجاتي ورغباتي وشهواتي، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. لا، خليني أقول لك محمد أسد قال إيه. محمد أسد رجل أوروبي، ده رجل أوروبي من النمسا ودخل في الإسلام. قال كلمتين في العظم زي ما احنا بنقول يعني بالبلدي كده، كلمتين عن الحضارة الأوروبية. بيقول: الغرب الحديث ينظر إلى الحياة بالطريقة التي ينظر بها الجائع إلى طعامه. إنه يلتهم الطعام ولكن لا يحترمه. شايفة الطريقة إزاي؟ إن الإسلام لا يدعونا إلى أن نقدس الحياة ونلتهمها وننظر إليها كما ينظر الجائع إلى طعامه. أنا شفت الناس، وإحنا كلنا شفنا بعض لما نبقى جعانين مش بناكل، إحنا بنلتهم الأكل. يا ترى الصورة دي هو الإسلام عايزنا نفهم من الحياة كده؟ هي التهام؟ يعني أنا جاي ألتهم ولا آخد الأشياء باحترام؟ إيه الاحترام؟ إن أنا ما أخدش حاجة غيري، ما أخدش حاجة غيري، ما تعداش على غيري، فآخد الأشياء باحترام نفس عشان أذوق طعمها وأنعم بما فيها من خيرات وبركات. دكتور معلش أنا لازم أوقف حضرتك في هذه النقطة تحديدا. فكرة في أي فكرة ونحن بنناقشها وبناخد فيها آراء أصحاب الفكر، علماء، مستشرقين، يعني أي ما كانت المسميات التي تطلق، في قدرة رضى العلماء في الغرب على الوقوف قدام واقعهم ومجتمعاتهم وحضاراتهم الغربية والنظر لها وتفنيدها ونقدها بشكل واضح. مثالا محمد أسد، رجل أوروبي نمساوي، قادر يبص للحضارة التي ولد وربي فيها وينظر إلى نقاط ضعفها أو ينتقدها من وجهة نظره، وبيعمل مقارنات. دائما ما تأتي المقارنات مع الحضارات الأخرى، الثقافات الأخرى. لما أنا أجي أحط هذه المقارنة مع الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة، هي لم تعد موجودة. ما فيش حضارة بتأتي مع أمية وجهل وعدم قراءة وعدم فهم ولا تقدم علمي ولا كل الإشكاليات التي نعاني منها في مجتمعاتنا الإسلامية حاليا. طيب اسمحي لي، أنا بس عايزة أكمل الفكرة اللي وحضرتك بتجاوب قاعدة مسيطرة على فكري وإحنا بنتكلم. حضارة أثرت العالم ووضعت بصمتها بقوة وبنيت عليها حضارات أخرى وبنيت عليها علوم، محدش يقدر يجادل في هذا الكلام، مع أن البعض بيحاول أن هو يجادل ويشكك فيه. لكن التاريخ موجود والعلوم موجودة. ولكن الآن أنا بتكلم أمام الحضارة السائدة للعالم التي يستطيع مثقفوها وعلمائها أن يقفوا أمامها ويدركوا سلبياتها ويدركوا إيجابياتها. أنا أصلا لسه بحاول أرجع تاني على الطريق، برجع أفكر الناس دي: أنتوا كنتم أصحاب حضارة، أنتوا حضارتكم اللي بتنتموا إليها وإن كنتم يعني ما بتضيفوش لها حاليا، الآن هي لسه مجال المقارنة مع كل الحضارات الأخرى. لكن واقعي في النهاية بيقول إيه؟ حاضر، خليني أقول لحضرتك مع احترامي لوجهة النظر، إلا أنه دعتني إلى أن أقول أنا أيضا أنه بضدها تتميز الأشياء. أنا لما أقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا كيف كان يعيش، مش أقارنه بقادة آخرين،
قادة سياسيين أو قادة مصلحين اجتماعيين أو بقارن. ومش أنا بس اللي بقارن، اللي قارن مش أصحاب الدين. لا أصل إحنا هنتقال علينا متحيزين. لا أنا مش لكن متحيز. اللي لا ينتمون للدين الإسلامي هم الذين أجروا هذه المقارنة. لا اسمحي لي أكمل. إحنا بس إحنا ادونا فرصة إن إحنا نعيد فهم الأشياء مش أكتر. هم لم يصنعوا شيئا. الحضارة موجودة وحتى الآن موجودة، لكن ما لهاش تأثير طبعا. يعني حضارة مريضة ولكنها لم تتوفى، لم تستقل من الحياة. الحضارة قادمة. والله أعلم متى ستأتي، لكن هذه سنن كونية، إنه الأيام دول. إحنا كنا في يوم من الأيام الشمس بتشرق علينا، غربت عنا الشمس وأشرقت عند غيرنا، حتى تنتقل المسألة بعد ذلك هتشرق الشمس عندنا. وهذا البرنامج أنا شخصيا من نيتي وحضوري في هذا البرنامج هو لإشراق الشمس، للمساعدة في أن تشرق الشمس، مش الشمس السماء بالتأكيد، شمس العلم، شمس المعرفة. يعني مثلا تعالى ما أقول لك، أما يقول فان دام إنه النبي كان على علم جيد بالمستقبل وبالجسد، لما أقول لك كيف كان يشرب النبي، ما كانش بيلتهم المية. إحنا بنلتهم المية لما بنبقى عطشانين، بنلتهم المية. لما نبقى جعانين الكلام ده كله جالنا منين؟ من عدم وعينا بما فعله الرسول كان بيشرب المية على 3 مراحل. يعني يشرب ثم يشرب ثم يشرب. من يفعل هذا؟ الكلام ده وراه صحة، مش وراه فكر ديني فقط. وفكر ديني بيدعو إلى المحافظة على صحة الإنسان وجسد الإنسان. جسدي ده أمانة في إيديا. الحضارة الحديثة فتحت عين الناس على تمزيق الجسد وإهداره وتشويهه. أنا مش بنتقدها، لكن أنا بدور على البديل، والبديل عندي أنا. لما النبي يقول حسب ابن آدم لقيمات، مش ده اللي قاله فان دام؟ يعني أنا لو قلته هبقى أنا متحيز، لكن لما يقولوا فان دام ولما يقرأ كيف كان النبي يعيش في بيته، بيت متواضع مع قائد للبشرية كلها، مش قائد منطقة، ده قائد للبشرية كلها، بيت متواضع وحياة متواضعة. ليه؟ السؤال بقى هنا، ليه عمل كده؟ كان يقدر يعيش عيشة الملوك. اهي دي السنة، اهو ده توظيف السنة، ان احنا نراجع اسلوبنا في الحياة اللي مشينا فيه واحنا مغمضين ورا غيرنا. مش لازم غيرنا اتقدم او ما تقدمش، مش دي القضية اللي تهمني دلوقتي. القضية انا فين فكري، فين ثقافتي. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، ده كلام الرسول ودي السنة اللي بتدعونا الى الكمال الانساني. نكمل بس الله يخليك. اتفضل. طيب، فان كان ولا بد فاعلا، هياكل فثلث، خدي بالك بقى، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الجائع لا يفكر في الثلث. الجائع لاي شيء بالمناسبه لا يهمه لا ينظر الى الشكل، الى المجموع، الى الارقام اللي حققها، لكن الذي يحترم نعمة الله يتعامل معها باحترام، ياخذها باعتدال. اللي بيحترم نعمة ربنا يبقى فياخدها مش بيلتهمها. واحنا الالتهام ده جالنا منين؟ جالنا من آفة العصر، السرعة والجهل بالنظام الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعته السنة النبوية لحماية الجسد. انت عارف حضرتك انه اصبحت اكثر الامراض بسبب الغذاء غير الصحي. عشان كده فان دام بيقول للشباب ارجعوا الى الطعام في الماضي، سيبوكم من الاكلات الجاهزه لانها مش صحيه في الغالب. هذا مش كلامي، لو انا كلامي او انا عندي تحيز، لكن لما يبقى كلام واحد زي ده يبقى لازم اقف عنده. لسه ما كملناش. ايه بقى اللي عاوزين نقوله تاني؟ هنا تظهر الاسلام بيقول ايه؟ بيقول لي لا تحتقر الحياه ولا تقدسها. انت جاي تعيش وهتوصل للكمال من خلال الحياه اللي انت بتعيش فيها. عندك اعباء وعندك مسؤوليات وعندك كل ده ما يمنعكش انك تبص على الكمال، لا سيما اذا عرفت
ان اتباعك للتعاليم في القرآن والسنة هو اللي هيوصلك للكمال. يعني أنا ما طلبتش حاجة مستحيلة من حد، ده أنا طلبت الكمال من رب الكمال، مش من واحد عفوا إنسان مفكر عالم، لا لا لا، أنا طلبته من رب الكمال. يجي القرآن يقول إيه؟ ومن يطع الله والرسول. شوفي حضرتك عشان بس، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دول أعظم فئات في البشر، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. الله يعني ربنا بيقول لي لما أنت تتبع التعليمات هتوصل للكمال، بس كده. دي مفاجأة، أنا بقول الكلام ده وبقوله للناس، مفاجأة إن إحنا نفهم إنه اتباع التعليم الدينية سواء في الكتاب أو في السنة صح. أولا ما تبصش على المسلمين، لأن المسلمين ناقصهم حاجات كتير، مش هم اللي هيدوني القاعدة. أنا باصص على كلام ربنا وكلام الرسول عشان أفهمه، وعلشان أبلغه بفهم واعي وفهم سليم للمسلمين اللي ما لاقوش حد. يعني واحد زي محمد أسد يقول هذا الكلام، أنا فكرت فيه عشرات المرات ولقيته اكتشاف. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه قارن بين الأبيض والأسود، ومقارنة عملية مش مقارنة خيالية. ده واحد عايش في أوروبا يعني تقريبا نص عمره، وجي يكمل عندنا حتى توفاه الله. طيب ايه بقى؟ لازم احنا نشوف ايه الكمال بيحصل ازاي. الكمال عندي 3 حاجات. شوف الكمال في الإسلام مش كمال شكلي، كمال موضوعي. احنا كلنا في أمس الحاجة إليه، لأني أنا بكشف للناس سر معاناتنا إن احنا ما عرفناش طريق الكمال، برغم إن احنا بنصلي وبنصوم وبنأدي أركان الإسلام، لكن غايب عننا حقائق مهمة جدا في الحياة. أول حقيقة إن الدنيا دي بالنسبة لنا ما هيش حاجة وحشة عشان أتخلص منها، لا، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فتزودوا من ممركم لمقركم. مفيش احتقار للحياة ومفيش التهام للحياة. يعني في حاجتين الدين ما دعاش لهم وأنكرهم تماما، إنك أنت تلتهم الحياة وتلتهم الشهوات التهاما وما تعتبرهاش أنها رزق ساقه الله إليك. وفي حد بقى بيزهد فيها تماما. لا، احنا مش كده، احنا بنصل إلى الكمال واحنا بنشتغل نكمل بس في المنطقة دي، انه عقيدة ان انت عارفة ان التوحيد كمال. يعني كنا اقول لا اله الا الله هذا كمال. ليه بقى؟ لان في ناس عندهم شرك وناس عندهم نفاق وناس عندهم كفر، كل ده نقص في الإنسانية. ما فيش إنسان كامل يشرك أبدا أبدا. تظل فكرة التوحيد مصدر إلهام للكمال الإنساني. طيب أروح على الأخلاق. إيه الأخلاق بقى؟ قولي لي الأخلاق القرآنية تعمل إيه في الإنسان؟ الفضيلة. إحنا مش عندنا فيلسوف قديم اسمه أفلاطون عمل حاجة اسمها المدينة الإيه؟ الفاضلة. إيه المدينة الفاضلة؟ هو فكر في الحكاية دي خيالا. لا، أنا عندي بقى القرآن الكريم حطها واقعا على الأرض. المدينة الفاضلة، المجتمع الفاضل الذي يحترم الفضيلة ويرعاها ويحارب الرذيلة ويتجنبها. طيب باقي ايه بقى عندي؟ باقي التشريعات القرآنية، عشان نديها مثال واحد بس، لأن أنا عارف الوقت خلاص. الوقت البرنامج. ايه الوقت ده؟ أنا هضرب مثال واحد بقى يا قرآنية. وجزاء سيئة سيئة مثلها. العدل بيقول كده، ضربتني يبقى أضربك. ده العدل البشري، يعني في الدنيا كلها محدش هيقر كده. طب نشوف بقى القرآن بيتجه بنا إلى الإيه؟ إلى الكمال. فمن عفا، أدي أول درجة، إن أنا أعفو عمن ضربني وأنا أقدر أرد عليه، بس أنا عفوت لوجه الله. وأصلح فأجره على الله. دي دعوة إلى إيه؟ إلى الكمال الإنساني في التعامل مع مثل هذه المواقف. هذا ارتقاء وصعود إلى الجهة العلوية اللي احنا ربنا أودع فينا
حاجه تطلعنا دايما للجهه العلويه. واكتفي عشان حضرتك تقدري للاسف تكملي. احنا يعني نود ان احنا نستكمل، ولكن طبعا نحن يعني ملتزمين بوقت البرنامج، ولكن هي سلسله نعم. بدأناها ونستكملها ان شاء الله، لانها محاوله للوصول الى كيف يمكن للانسان ان يكون افضل، وبالتالي هيكون عندي اسره افضل، هيكون عندي مجتمع افضل، أحسنت. هيكون عندي عالم افضل، وهذا هو الذي نطمح اليه. في ختام اللقاء بشكر الاستاذ الدكتور محمد المنسي، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهارده. شكرا. نشكركم اعزائي المشاهدين على المتابعه، على وعد بلقائكم الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.